إحساسي غريب، رعب شديد، رغم إنه في ثقة في الموضوع يعني. بس طبعا رعب رهيب يعني. إن شاء الله ربنا يعني يكلل المجهود بالخير يا رب يا رب. لأنه الزمن بيتغير، مش كل حاجة زي زمان، لكن هي الفكرة كانت جذابة إلى درجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص قوي ده ويغامر بيها، لأنه الحقيقة أنه الفيلم وراه غرض نبيل، يعني هو بيحمل في طياته نبل ما في التناول، فدي حاجة مشجعاني جدا. ما هو ما ينفعش أحكي الحكاية، لكن هي فكرة عصابة عظيمة، هي عصابة بتتكون برضو من أجل غرض نبيل. يعني قد تبدو الأشياء في البداية خفيفة ولطيفة وفيها ضحك وطبيعية قوي، لكن لما تجرد الأمور من الحاجات زي ما بيقولوا المشهيات، يعني بتلاقي غرض نبيل جدا ورا الموضوع وبتتوحد معاه جدا، لأنه بيمس تقريبا كل الناس. هي عصابة بتكونها عظيمة عشان تسترد حق، رغم انه العصابة مش كلهم اصحاب الحق، لكن بعد شوية بيكتشفوا انهم اصحاب الحق، فعشان كده بيتوحدوا جدا جدا وبيخشوا بقلب جامد جدا على مغامرة غير محسوبة العواقب، فيها طبعا هلس وضحك واكشن كتير، لكن في النهاية بيحققوا زي ما قلنا غرض نبيل يعني. هو الحقيقة ان الفيلم ده بطولة كل الناس مع بعض، يعني ما فيهوش مش بطولتي، ما اقدرش اقول كده خالص. هي عصابة عظيمة بس من باب ان هي اللي كونت العصابة، لكن الحقيقة ان احنا 6 افراد قايمين نايمين مع بعض، بنعمل كل حاجة مع بعض، كلنا بنفس المستوى ابطال، وكلنا بنفس المستوى بنحقق الغرض، وكلنا بنفس المستوى بنقضي اوردر او يوم عمل لذيذ جدا كله تفاهم. ودي حاجة مهمة قوي 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 في أي شغل، لأنه هتحس جدا وانت بتتفرج على الفيلم بمدى التآلف والحميمية اللي موجودة بين الأفراد وبعض كلهم، وده عنصر أساسي في إن شاء الله نجاح أي عمل في الدنيا. فهم كلهم عجنة واحدة كده. أصنفه بأنه اجتماعي كوميدي أكشن، يحمل قيمة، ما هوش عشان اجتماعي وكوميدي وأكشن يخلو من القيمة، يعني هو فعلا في قيمة مهمة جدا جدا في كل محتوى الفيلم. الحقيقة الأستاذ وائل إحسان مش أول مرة يشتغل مع الشركة العربية، هو طبعا عمل من يعني فيلمين من أنجح أفلام الشركة العربية، أمير البحار ووش إجرام، ومش فاكرة عمل حاجات تانية ولا لأ، لكن هو يعني بيعتز قوي قوي بالفيلمين دول، وبيقول انه هو ابن الشركة العربية، رغم انه لما دخلها كان اوريدي عمل اعمال ناجحة جدا، حققت ارقام مهولة في شباك التذاكر يعني، وفي النجاح، وحتى بقت كلاسيكيات الناس حافظة معظم افيهاتها يعني. لكن هو حتى لما ابتدينا نشتغل لمح بعض أعراض الحرب أو المقاومة لعودة الشركة العربية للسوق ده، وده حاجة طبيعية بتحصل في أي حتة، ولكنه قاوم الموضوع ده بشراسة شديدة جدا، لأنه هو بني آدم ريفي الهوى، فريفي الهوى ده بيبقى ملتزم بالأصول قوي أكتر من أي حاجة، يعني يعني مواصفات السوق ما بتاكلش ملامح شخصيته الريفية الأصلية يعني. فهو تركيبه كده، هو بني ادم منتمي جدا للشركه العربيه وللفيلم ده، كرييتيف جدا جدا، اعتقد كل الزملاء هيقولوا نفس الكلام، انه هو يعني كل مشهد بيحط فيه اضافه من عنده هو ليها طعم مختلف تماما، فبيحلل الشغل جدا، مركز قوي قوي. فتجربتي مع وائل يعني لا هي الاولى ولن تكون الاخيره اكيد يعني.
عظيمة ست كانت بتتمتع ببعض المهارات في الحياة يعني وفي الرياضة وهكذا. تعرضت لحادث فكف بصرها، أو يعني أصبحت كفيفة البصر، بس ده ما كسرهاش بالمرة لما واجهت موقف يعني يحتاج منها إنها تكون بكل أسلحتها جاهزة حتى ولو كانت كفيفة. ف بترفض ان هي اولا تقف عند مرحله الاعاقه اللي عندها، بل بالعكس بتستدعي مهاراتها السابقه في انها تواجه الظلم اللي حصل عليها وعلى بيتها، وتستدعي الناس اللي حواليها ليلتصقوا بيها بهذه الحميميه الشديده علشان تستعين بيهم كلهم ويحققوا هدف نتائجه هتسري عليهم كلهم، او هيجنوا من ثمار اللي عملته ده كلهم. فهي شخصية عنيدة جدا، صلبة، هلس في وقت ما يحتاج الهلس، لكن دماغها ما بتنساش الهدف اللي هي موجودة عشانه. احنا الحمد لله طبعا عملنا فيلم 2 للإيجار، وهو كان فيلم لطيف جدا، عمل ايرادات الحقيقه خارج مصر بديعه يعني، فده ادانا برضو مؤشرات السوق شكله ايه بره وجوه وكده. يعني كان مهم قوي ان احنا نجس نبض الاسواق اللي حوالينا كلها، بنحاول نتلافى كل الاخطاء اللي عملناها او اللي ما كناش واعيين ان هي موجوده يعني في عصابه عظيمه ان شاء الله. اعتقد انه الطعم هيكون مناسب لكل الاسواق تقريبا. الفكره هي انه اوكي احنا بنعمل افلام وان شاء الله مكملين هنعمل افلام هتتفاجئوا بحاجات لطيفه جدا، لكن ما بنبيعش الفكره بشكل رخيص. يعني لازم تكون الفيلم فيه معنى، فيه قيمه، فيه حاجات تليق بتاريخ الشركه العربيه. حتى واحنا عملنا كوميدي، ما احنا عملنا كوميدي كتير جدا يعني، لكن كانت افلام الحمد لله كلها علمت لانها ليها تقل ما. فاحنا الحمد لله بنفكر بالمنطق ده، وطبعا هنفتح آفاق جديدة للنوعيات الأفلام اللي احنا بنتمنى ان تكون مصر موجودة في الأسواق العالمية بيها يعني. فده مرحلة ان شاء الله قريبة جاية تحقق ان شاء الله بسرعة. أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. سميت ودقة وجبنة بيضة ورومي مع محمد محمود. هو انا ما اشتريتش بصراحة، وجالي كتاب هدية من الدكتور يوسف زيدان ففرحت بيه قوي عشان هدية. اغاني عنبة لذيذة جدا، مش بتخرج من الودن خالص. استنوا عظيمة في عصابة عظيمة إن شاء الله قريبا جدا على جميع شاشات دور العرض.